يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يسعد لي صباحكم يا حلوين. هعمل معاكم النهاردة وصفة جديدة ومختلفة وكمان اقتصادية. الوصفة بتاعت النهاردة بسيطة وسهلة جدا. لو بتشوفوا الفيديو لأول مرة، أنا مرضي قناتي على اليوتيوب، يسعدني جدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كمان اعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. يلا بينا نبدأ الوصفة وكمان نشوف طريقة التحضير. كتير قوي بيبقى عندنا وراك وعندنا ناس مش بتاكل الوراك في قلب البيت. تعالى اقول لك على وصفه حلوه جدا تعملي بيها الوراك بطريقه حلوه وتكون مخليه وتديكي نفس نتيجه الاكل اللي بتاكليه من بره بالظبط. وصفه النهارده حلوه جدا ولذيذه. بصوا اللحم بتاعنا مستوي ولونه حلو قوي ازاي. تعالى اقول لك الوصفه من اولها. انا هنا عندي الوراك مخليه طبعا، ما فيهاش اي عظم. ملح، فلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر، بهارات فراخ، وحاجة بسيطة من بهارات السبع حبات، وبابريكا، وفلفل اسود. دي التوابل اللي هستخدمها للفراخ، وكمان مية بصل. هقلب بقى التوابل بتاعتي كلها على بعضها كده عشان يبقى توزيعها حلو جدا على الفراخ. طيب حد هيسألني الوصفة دي ينفع تتعمل بالصدور؟ هقول لكم ينفع تتعمل بالصدور، لكن الصدور بتبقى ناشفة شوية، ما بيبقاش فيها نسبة الدسم والدهون اللي موجودة في الوراك، فتستحمل معانا اللي احنا هنعمله فيها. تمام. يعني من الاخر الوصفة دي طعمة وحلوة للوراك. قلبت التوابل بتاعتي كويس جدا، ومعايا مية البصل بتاعتي اهي. هحطها كلها على الوراك المخلية، مغسولة بدقيق ذرة وبليمون وملح كويس جدا. تمام. نزلت مية البصل وهبتدي انزل التوابل من تحت ومن فوق على الفراخ. انا نسيت اقول لكم ان الجلد بتاع الفراخ موجود، علشان خاطر ده اللي هيمسك معانا الدنيا واحنا شغالين. الوصفة بتاعت النهاردة حلوة جدا ولذيذة، كمان نتيجتها بتكون حلوة قوي وعاملة زي الاطباق اللي الولاد بياكلوها من بره. وزعت التوابل بتاعتي وعملت لها مساج كويس جدا، وده بقى شكل الفراخ بتاعتي. تعالوا بقى اقول لكم الخطوه اللي جايه هتبقى عامله ازاي. خدت التفل بتاع البصل اللي انا اخدته ميته، حطيته في معلقتين كبار من السمنه، وهبتدي اعمل الرز بتاعي. ورق لوري، وحبهان، عود قرفه، وكمان نجمه اليانسون، وفصين توم، ونزلتهم على البصل مجرد ما اخد لون. الرز بتاعي النهارده مبهر تبهيره حلوه جدا، طعمه وريحه خطير. نزلت الرز ونزلت عليه معلقه من الكاري صغيره، نزلت كمان معلقه من البابريكا وحبه كركم صغيرين، وشويه من نفس بهارات الفراخ اللي انا استخدمتها في الوراك. بتفرق في الطعم يا جماعه. تمام. ليه انا حطيت البهارات بتاعتي دلوقتي؟ علشان خاطر لما بتتحمص مع الرز بتطلع ريحه حلوه جدا، وفي نفس الوقت لو انا نزلتها في الزيت هتتحرق معايا، فانا نزلتها على الرز في سخونيه الرز هتتحمص وتطلع ريحتها. حطيت معلقتين من عصير الطماطم اللي معمول في البيت متشال منه البذر وكمان الجلد. معايا كبد وقوانص بتاعه الفراخ، اي كبد وقوانص موجوده عندك تقدري تلغي الخطوه دي لو ما عندكيش. شوحتها بره وبعد كده نزلتها على الرز وقلبتهم، وكده الرز ده هيستوي ويتوطي عليه. ده بقى معلقتين من الزيت. حطيت الوراك على الجلد بتاعها، تمام، مش على الوش، على الجلد بتاعها عشان تاخد صدمه كويسه جدا وتاخد كمان لون، وده مهم جدا في الوصفه دي معايا. مجرد ما اخدت لون قلبتها كده لون حلو. طبعا التسوية بالكامل مش هتحصل على البوتاجاز، فقدامك خيار من الخيارين: يا تدخليها في قلب الفرن، يا اما تغطيها وتكمريها على البوتاجاز. بس في حاجة انا نسيت اصورها لكم. انا حطيت معلقتين كبار من دبس الرمان في شوية مية، وعملت مسحة على الفراخ ودخلتها الفرن تاخد اللون الجميل اللي انتوا شفتوه ده. انا كمان مرة دخلت الفرن. وكده الرز اتغرف معانا. عملت صلصة دقوس وقدمت الفراخ. وصفة النهاردة تحفة خطيرة، طعمها جميل جدا، من الوصفات اللي بنجيبها كتير قوي من المطاعم بره. جربوها ان شاء الله تعجبكم. لو استفدتوا حاجة من الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي دعوة حلوة او كومنت كويس، واللايك بيبين لي قد ايه انت استفدتي من الفيديو حبيتيه. ومش بفلوس يا جماعة، ببلاش.
اشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. باي باي.